السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نسوي طريقة عمل كبسة السعودية، راح نسويها بأبسط طريقة. تابعوا معي الفيديو للنهاية نتعرف على الخطوات. عندي هنا دجاج أنا قاسلته ومقطعته مثل ما شفتوا، غسلته كلش زين بمي وملح، بس مجرد راح أضيف له التوابل. حبيباتي الكبسة ما تعتاز يعني بهارات، تعتاز بهارات صحاح يعني مثل هيك: ورق غار، كبابة، دارسين، هيل، لوم البصرة، قرنفل. هذني التوابل راح اضيفهم مباشرة. بصلاية كبيرة انا مقطعها، طبعا قطعتها كبار، لا تعتاز اني اقطعها صغار. راح نضيفها مباشرة على النار. راح اضيف المي عليه هيك قياس مي تقريبا، ما اريد هواية مي يعني، بس مجرد يغطي. راح اضيف له تقريبا ملعقة حسب الرغبة ملح. بنات هاي من يبلش يفور الدجاج راح نشيل الزفرة مالته وبعدين نغطي عليه نتركه يستوي على كيفه. هسه بنات بعد ما بلشت تغلي لازم نرفع هاي الزفرة كلها من عنده، راح نتركه لمدة 10 دقائق اخرى حتى يستوي الدجاج زين ونفتح عليه. هسه بناتي بهيج مرحلة راح نرفع الدجاج. تتبيلة الدجاج: فليفلة، طماطة، بصل. راح اضيفه مباشرة. هسه هنا حطيت زيت، راح اضيف مباشرة. ليحمس يعني يصير بيشقر طبقة شقرة من جوا، بعدين نقلبها على الطبقة الثانية. احتاج تمن بسمتي، طبعا حبة طويلة اطيب بالكبسة السعودية. غسلته ونظفته، راح مباشرة اضيفه على النار. اضيف التوابل: عندي كركم، كاري، بابريكا، دارسين، فلفل اسود، زنجبيل. هذين التوابل اللي اعتازن على الكبسة. بعد ما اخذ هاي الالوان الحلوة، الالوان الذهبية، مباشرة راح اضيف التمن اللي غسلناه هذا السوب اللي طلعناه من الدجاج، راح اضيف عليه مباشرة. هنا لان احنا حطينا تمن، ملحنا الدجاج اول شي. هسه راح نضيف الملح على التمن. لازم نملحه شوية لان هذا ما يكفي الملح ماله، فلازم نضيف له ملعقة النوب ملح، او اذا يعتاز اكثر حسب رغبتكم. راح نخليها على نار شوية مرتفعة. بعد ما تبلش تنشف المي ننصي عليها. هسه بنات بهيش مرحلة استوت عندنا ما شاء الله، راح مباشرة نقلبها. هسه بنات مثل ما تشوفون هاي النتيجة النهائية، ان شاء الله تكون قد نالت اعجابكم. شوف شلون اللحم ما شاء الله ذايب ومستوي، طعمها والله بنات مو يعني صدقا مو عبن اني سويتها بس، والله كلش طيبة. اتمنى انكم تجربونها، حيل طيبة طلعت. بنات اذا وصلتم هنا لا تنسوني باللايك والاشتراك وتضغطون زر الجرس، ومع السلامة.